يا مساء الفل. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. انا اسمي منى ودي قناتي. لو اول مره تشوفوني انزلوا تحت الفيديو فعلوا زر الجرس واشتركوا في القناه، ولو الوصفه عجبتكم ما تبخلوش عليا باللايك. كيكه الحليب الساخن اللي قلب الدنيا. بصراحه هم لهم حق يقلبوا الدنيا عليها. الكيكه مختلفه تماما عن الكيكه العاديه. ناعمه جدا. آه يعني هي ما تستحملش بس كده مجرد انت تمسكيها من كتر ما هي ناعمه. الكيكة هتعجبكم ان شاء الله. المكونات بتاعتها بإذن الله متوفرة في كل بيت وبسيطة ومش مكلفة نهائيا. احنا هنحتاج بيضتين وكوباية من الدقيق وتلات ارباع كوب من السكر. تلات ارباع يعني ربع وربع وربع، وربع كوب من الزيت، اي زيت نباتي عندك، اي نوع اللي متوفر. ونص كوباية من الحليب هنسيبها في كسرولة او في كنكة كده لوحدها. والفانيليا هنحتاج معلقة صغيرة من البيكنج باودر. تمام. وثلاث معالق من الزبدة. هنجيب بولة ونضيف فيها البيضتين ونضيف عليهم السكر والزيت ونضربهم كويس جدا لحد ما يمتزجوا مع بعض. انا عايزة لونهم يفتح، وعايزة السكر يدوب تماما، مش عايزة اي حبيبات سكر تبان فيه. انتي عايزة تشتغلي بالمضرب اليدوي زي ما انا عملت اشتغلي بيه، عايزة تشتغلي بمضرب الكهرباء اشتغلي بيه، مش هتفرق. انا اشتغلت النهاردة بمضرب اليدوي عشان اعرفكم ان هي سهلة جدا، يعني حتى لو بشوكة هتضربيها. تمام. بفضل اضرب فيها وطولي بالك بقى خالص لحد ما اللون يفتح. في نقطة عايزة انوه لها، المج اللي هتعايري بيه لازم يبقى واحد. لازم يبقى المج بتاع اللبن هو نفسه مج الدقيق. ما تغيريش مقاسات الكوبايه. تمام. انا جبت مصفى كده وهنخل الدقيق بتاعي. كوبايه دقيق عليهم معلقه صغيره من البيكنج باودر، وما تنسيش رشه الملح. ترشي الملح كده وتصلي على النبي، اللهم صل على محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. صلاة تنحل بها العقد وتنفرج بها الكرب وتقضى بها الحوائج وتنال بها الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم. اللهم صل على محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. هنضرب بقى كل المكونات زي ما انتوا شايفين كده مع بعض لحد ما الدقيق يختفي تماما. الخليط طبعا معانا تقيل جدا، وده هتلاحظوه لان مفيش سوائل خالص انا ضفتها. انا مش هضيف السوائل دلوقتي. السوائل اللي معايا نص كوباية الحليب هنزل عليها بثلاث معالق من الزبدة وارفعهم على النار لحد ما اللبن يغلي والزبدة تدوب فيه تماما. ممكن نستبدل بالزبدة بالسمنة. لو الزبدة مش متوفرة السمنة عادي استعمليها وهتقضي الغرض وهتبقى زي الفل. وبعدين هروح نازلة بيهم على ايه؟ على الخليط. شفتوا يا بنات الخليط سميك خالص دلوقتي. هتلاقوه هيخف دلوقتي مع اللبن. وفي النقطة دي بقى ما تقلقوش خالص، ما تقوليش لا ده خفيف ده مش هيستوي ده، لا 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 لا. الخليط ده وضع تاني خالص غير الكيكة العادية. وعلى فكرة ما تقلقيش من نقطة ان الحليب سخن هينزل بقى فالبيضة هيجراله حاجة او هيقطع معاكي. لا احنا خلطين البيض مع مكونات تانية فهو مش باين اصلا. تمام. هي الخليط زي ما انت شايفاه كده قدامك منسجم مع بعضه، ويعني ايه كتلة واحدة. هتجيبي انت بقى اي قالب عندك وتنزلي بالخليط اللي انا عملته ده في القالب. خدي بالك الكمية دي قليلة، يعني حتى لو اتحطت في صينية مثلا مقاس 20 هتبقى قليلة فيه. فحاولي لو في صينية أقل أو قالب أصغر ما تخليش الكيكة تتوه في صينية كبيرة. يعني أنا عندي القالب ده أنا حطيته وحطيت فيه ورقة زبدة وخبطته خبطتين كده وأدخله الفرن على رف أوسط درجة حرارة 180 وفرن ساخن. خدي بالك من مقاس الصينية، يعني انت لو هتعملي في صينية مدورة خليها صغيرة جدا، يعني مقاس مثلا 18. تمام. لو موجودة عندك مقاس صغير تمام، مش موجود ممكن تستعملي الكب كيك. برضو هتطلع جميلة جدا مع الكب كيك. الكيكة تحفة بنات، طالعة ما شاء الله.
تجنن، هتطبطب على القلب. تزينها بقى زي ما انت عايزه. انا كان عندي شوكولاته بيضه وشوكولاته بني، زينت بيها. تحفه قوي في الاكل وشيك جدا في التقديم. يا رب تكون الوصفه عجبتكم، يا رب تجربوها. ما تنسوش اللايك والشير والسبسكرايب، فعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل فيديو جديد انا بقدمه. كنت معاكم انا منى غيث. باي باي.